صباح الخير لحضراتكم. احنا يعني في ناس كتير بتتكلم على ان الصبار قد يرتبط عندهم بالجزء السلبي او الطاقه السلبيه او شيء من هذا القبيل، لكن تخيلوا يعني جمال يعني المعروضات من الصبار المختلف هنا في المعرض او معرض زهور الربيع، وموجود هذه الانواع المختلفه من الصبار. يعني انا شايف ان ده جمال، يعني ممكن حد تاني شايفه بطريقة سلبية، لكن تخيلوا حضراتكم يعني شكل هذه المعروضات وشكل أنواع الصبار المختلفة وطريقة عرضهم بالشكل والجمال والروعة دي. يعني وللناس فيما يعشقون مذاهبه، يعني الناس شايفاه ان ده جزء سلبي، لكن انا شايف في الكثير من الايجابيه لانواع مختلفه من الصبار هنا في معرض زهور الربيع، ب يعني حرفيه العارضين او طريقه العرض او حتى انواع هذه الصبار. لك ان ترى في الجمال جمال في هذا العرض المتميز لأنواع مختلفة من الصبار، وهو واحد من النباتات التي قد ترتبط عند البعض بمنظور مختلف أو مغاير، لكنني أراها يعني من الأشياء الجميلة أو المحمودة أن نتذوق هذا الجمال من أنواع مختلفة من الصبار وأشكال عديدة. قد يكون للصبار تحديدا واحدة من الميزات الدوائية أو الاستخدامات المختلفة، لكن بتنوع هذا العرض وهذه الأشكال المتميزة مع مئات العارضين هنا في قلب المتحف الزراعي المصري أو في قلب معرض الزهور، تجد حرفية العارضين لأنواع مختلفة ومتميزة من الصبار في البيئة المصرية كواحد من المعروضات الموجودة هنا، والتي تؤكد على أن هناك الكثير من الجمال الذي يحتاج إلى أن نتذوقه من حين إلى آخر. نحن مع حضراتكم لازلنا في المتحف الزراعي المصري ومعرض زهور الربيع. يعني أنا برضو لسه بنتكلم على ما يطلق عليه صبار. ممكن حضراتكم تشوفوا زهرة الصبار، ممكن حضراتكم تشوفوا ألوان وأنواع وأشكال مختلفة للصبار بتميز العارضين هنا في معرض زهور الربيع في قلب القاهرة في المتحف الزراعي المصري بأنواع مختلفة للصبار. نراه ونتذوقه ونحس به كواحد من الصور الجمال المختلفة في البيئة المصرية. ممكن يعني حضراتكم لما تشوفوا هذا الجمال تتأكدوا من يعني انبهاري ويعني وجود مثل هذا التميز لأنواع عديدة من الصبار ومختلفة ومتميزة أيضا تستحق الزيارة بصفة عامة. وللزهور والنباتات الزينة تحديدا لها من يتذوقها ويحس بها، ومؤكد أن اختيار كل هذه الأنواع المختلفة من الصبار سواء كانت لاستخدام طبي أو حتى لاستخدامات الزينة المختلفة يؤكد على أن هناك من يتذوق سواء كان الصبار أو غيره من نباتات الزينة المختلفة. وهو ده يعني تحديدا السادة والسادة اللي أتى بالعديد من المواطنين لزيارة هذا المتحف وهذا المعرض الزراعي المصري في قلب القاهرة. زهرة الصبار يعني بهذا الشكل أو هذه الأشكال العديدة المتميزة يا سادة والسادة.